رغم كل ده عرابي ما استسلمش واستصدر فتوى من الأزهر بتكفير الخديوي توفيق لأنه ساعد العدو على بلده، وبدأت التعبئة العامة. الإنجليز حبوا يدخلوا القاهرة من قناة السويس، وفعلا نزلوا هناك ب40,000 جندي بقيادة الجنرال ويلسلي، وبدأوا الزحف ناحية العاصمة. وفي الطريق حصلت معركة القصاصين، وعرابي فاجئ الإنجليز هناك وكبدهم خسائر جامدة. بس للأسف الإنجليز جات لهم تعزيزات سريعة وده قلب الموازين. وفي 13 سبتمبر سنة 1882 حصلت المعركة الحاسمة في التل الكبير. المعركة دي كانت الضربة القاضية، الجيش المصري اتهزم والإنجليز دخلوا القاهرة ورجعوا الخديوي توفيق تاني للحكم تحت جناحهم. وبعد الهزيمة الإنجليز اعتقلوا كل قادة الثورة، وأصدرت المحكمة العسكرية حكم بالإعدام على أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وطلبة عصمت وعبد العال حلمي وعلي فهمي. بس في الآخر الحكم اتخفف للنفي المؤبد وتم نفيهم لجزيرة سيلان في الهند.